السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي، هنغير ونعمل أكل جديد لولادنا. حضري معايا يا ستي صدر فرخة تكون مخلية وتكوني غسلها كويس، وهنبدأ بقى نقطع فيها وهقولك هنعمل ايه. هنعمل أكلة كانوا أجدادنا زمان بيعملوها، بس هنعملها بطريقة حلوة قوي هتعجب ولادنا. تيجي بقى تحضري معايا بتنجان زي ما انت شايفه كده، الكميه اللي تعجبك. انا محضره الكميه اللي انت شايفاها دي، بدات اشويها على النار، حطيتها على الشوايه تتشوي. ما عندكيش شوايه حطيها في شوايه الفرن البوتاجاز هتتشوي. شوينا البتنجان اهو وخلصناه، نبدا بقى نسيبه يهدى. وبعد كده نجيب صدر الفرخه اللي قلت لكم عليه المخلي ده، لو عندك فيليه يمشي مفيش مشاكل، صدر فرخه سليم ماشي. بتاخديه بقى وتغسليه كويس وتقطعيه زي ما انت شايفه كده مكعبات صغيره زي ما انت شايفه كده، مش عايزاها مضروبه في الكبه ولا مفرومه، تتقطع بالطريقه دي تحسي بحته الفرخه معاكي وانت بتاكليها. خلصنا تقطيع اهي، ونبدا بقى نجيب كام فص توم نقشرهم بتاع 6-7 فصوص توم، وتروحي دقاهم او مقطعاهم صغير قوي، وتجيبي بصلتين زي ما انت شايفه كده وسط، وتروحي مقطعاهم التقطيع اللي انت شايفاه ده. برضو مش عايزاكي تضربيه في الكبه، تقطعيه كده عشان احنا مش عايزينه مفروم يعني ناعم قوي، لا، تقطيع الوسط ده. بتحضري بقى معايا التوابل، كمون وفلفل اسود وبهارات، بهارات فراخ، وبتحضري فصين حبهان، 3 فصوص حبهان يكونوا ناعمين، تدقيهم وتنعميهم. خلاص احنا خلصنا تقطيع البصل وخلصنا تقطيع الفراخ. نبدأ بقى نجيب طاسة ونحط فيها شوية زيت وندي تشويحتين كده للبصلة، وبعد كده نحط عليهم نشم ريحتها، نحط عليهم الفراخ، ونبدأ بقى نحط التوابل، الفلفل الاسود والملح والكمون والبهارات، ونقلبها كويس، ونحط عليها فصين حبهان او 3 فصوص حبهان. دي صلصة عملتها لوحدها وتضربتها وتعتبر سبكتها بس من غير بصل، يعني خليتها بقت عاملة زي الصلصة من غير بصل، وعليها فصين توم كده حمرتهم ورحت تشيهم بالقوطة وخلاص على كده، واتسبكت وركنتها. بدأت بقى دلوقتي البتنجان برد هدي معايا، أبدأ أقشره. تقشري الكمية كلها كده بالطريقة دي، وبعد كده تمسكيها بقى تقطعيه مكعبات زي ما انت شايفة كده. خلاص احنا قطعناه كده. نبدأ بقى نجيب كوسة، دول ربع كيلو كوسة، 3 حبايات كوسة جبتهم تغسليهم حلو، وتبدأي بقى ايه تنضفيهم وتروحي بشرهم. هنبشرها من الناحية الواسعة مش الناعمة قوي، بالطول كده زي ما انت شايفاه كده، تنزل طويلة كده. خلاص كده خلصنا بشر الكوسة. نحضر لها برضو توابل، ونحضر برضو فصين توم هنحطهم لها واحنا بنحمرهم. الاكلة دي بقى عبارة عن فيها توم كتير قوي. طبعا انتوا عرفتوا اكلة ايه ولا لسه معرفتوش؟ نبدأ دلوقتي نحط الكوسة في الطبق، نجيب طاسة بقى ونحط فيها كام فص توم، نكون دقينه، تحطوهوش سليم طبعا، تدقيه او تقطعيه بالسكينة كده صغير قوي. شوية زيت صغيرين كده ونشم بس ريحة التومة. نبدأ نحط الكوسة اللي احنا بشرناها،
تاخد تقلبتين كده، نشم ريحتها، نشم ريحة الخضار في الطاسة. تشويحتين يعني، مجرد ان الكوسة تدبل بسيط، يعني مش عايزاها تدبل قوي، تشمي بس ريحتها كده. بنحط لها دلوقتي الملح والتوابل بتاعتها. خلاص احنا خلصنا كده الكوسة. جبت برضو بتنجان رومي وقرنين فلفل حامين وشويتهم مع البتنجان. تبدأ بقى تجيبيهم وتقطعيهم. ما حبيتيش فلفل حامي، حبيتي تحطي رومي بس مفيش مشاكل، على حسب ما انتي عايزة. بتحبيها مشطشطة، بتحبيها عادية. نقطعها بالطريقة دي. خلاص احنا خلصنا تقطيع الفلفل كده. احنا خلاص خلصنا وجهزنا حاجة المسقعة. هنعمل مسقعة بطريقة حلوة قوي، وعملنا الصلصة بتاعتها اهي. وبدأنا بقى نحط البتنجان والصلصة ونحط الكوسة، ونحط الفلفل الرومي والحامي ونقلبهم مع بعض. بعد كده هبدأ بقى احط الفراخ اللي انا شوحتها ببصلة، واروح مقلباهم ببعض. انا حسيت ان الصلصة قليلة شوية، رحت ضربة قوطة وحطيت عليها بقى صلصة تاني. بس الصلصة دي بقى انا حطيت عليها شوية بنجر، يعني تروحي جايبة بقى شوية صلصة تحط عليهم شوية بنجر كده، هيدوكي ايه طعم حلو قوي في المسقعة. تخلي المسقعة كده تحسي انها مسكرة، وكمان فيتاميناتها عالية لان فيها بنجر. البنجر ده مغذي جدا. بشرت يعتبر نص بنجراية عليها كده، وحطيتها، خدت غلوتين بالصلصه، وبعد كده حطيتها. وبعد كده بقى بعد ما رصيتها في الصينيه زي ما انت شايفه كده وسويتها حلو، جبت بقيه البنجرايه كده ورحت بشرتها على الوش. ياه، ادت لون جميل قوي ليها. وبعد كده جبت كام قرن فلفل حامي كده وحطيته. طبعا هو ما بيخليهاش مشطشطه، الفلفل الحامي ده هو بيبقى منظره حلو عليها، بس لما تيجي تاكليها بيها بيبقى مشطشط. انما انت لو شلتيه لوحده كده مش هتلاقي المسقعه مشطشطه ولا حاجه، بس هو بيدي منظر حلو. وفي نفس الوقت لو حبيتي تاكليه وبيدي ريحه حلوه قوي للمسقعه. شايفين جميله قوي ازاي؟ اهي بعد ما استوت لونها رائع، جميله، حاجه كده تفتح النفس. وعملتي جميع الخضروات فيها. جميله قوي ازاي اهي، ولونها جميل قوي، يشد كده وحلو قوي. وبالهنا والشفا.